السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات ماما بوسي. النهاردة بقى عاملة لكم أحلى عجينة كفتة وحواوشي الجزار اللي بتروحوا تشتريهم جاهزين من عند الجزار بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة جدا. ويعني أضمن، وحطي خط تحت أضمن دي، لأن أهم حاجة في الموضوع كله إنك بتبقي عارفة انتي حاطة ايه وبتعملي ايه، طبعا عن الحاجة اللي بتجيبيها جاهزة. اول حاجة هنقول بسم الله، ومعايا 200 جرام من الفول الصويا. الفول الصويا بيتجاب من عند العطار، لو في حد مش عارفه بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بناخد 200 جرام على الكمية اللي انا هعملها، وطبعا بقى شوفي الكمية اللي انت هتعمليها من اللحمة واحسبي عليها الفول الصويا. انا هنا حطيته كده في بولة وحطيت عليه نص لتر من المية المغلية زي ما انتوا شايفين، وهنسيبه بقى لمدة نص ساعة ساعة. المهم اهم حاجة عندي الفول الصويا ده يبقى طري جدا، وتمسكيه بايديكي كده يفرول في ايديكي، يعني يبقى استوى بمعنى اصح. بعد كده بعد ما بنتأكد ان هو استوى وما نستعجلش عليه، هنعصره كويس جدا، مش عايزين فيه نقطة مية، يعني نعصره بايدينا كده، وكمان لو حابة في مصفى كمان تعصريه. اهم حاجة ما يبقاش فيه مية. تاني حاجة معايا بقى كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة البرازيلي، ومعايا من الدوش او اللية معايا 150 جرام. حابة تزودي تحطي 200 جرام او 250 زي ما تحبي. ومعايا طبعا الفول الصويا بعد هنا ما عصرته كويس جدا او صفيته من المية. اول حاجة بقى طبعا لازم يبقى معانا كب او مفرمة حلوة كده. هنحط اول حاجة هنفرم الدوش او اللية. طبعا هقولك تاني، لو حابة هتبقى دسمة عن كده زودي 50 جرام تاني. انا حاطة 150 جرام، حابة تحطي 200 جرام او 250 على حسب ما تحبي، بس انا بصراحة ما كنتش حاباها دسمة يعني. هنا بقى فرمت الدوش او اللية. انا كنت مخلطة الاتنين على بعض، عشان كده بقولك دوش او لية يعني. حابة تحطي دوش بس او لية بس زي ما تحبي. فرمتها كويس جدا، هحطها بقى على اللحمة. وطبعا اهم حاجة اللحمة تكوني جايباها من حد مضمون بيوزن اللحمة ويفرمها قدامك. ما تجيبيش لحمة مستوردة او برازيلي مفرومة، اشتريها زي ما بقولك كده، لازم يوزنها ويفرمها قدامك من حد مضمون. بعد كده فرمت الفول الصويا زي ما انتوا شايفين فرم ناعم كده، وهحط بقى التلاتة على بعض وعجنهم عجنة محترمة كده. اهم حاجة عايزة تبقى اللحمة والفول الصويا واللية او الدوش كلهم يبقوا كده بعض متداخلين، بحيث ان انت ما تعرفيش تفرقي ما بينهم فين اللية من اللحمة من الفول الصويا. يبقوا كده كلهم حتة واحدة زي ما هتشوفي في الاخر. تقعدي 10 دقايق كده بطريقة العجن اللي انا بعجن بيها التقطيع. اهم حاجة طريقة العجن. لو عندك مفرمة كبيرة كده حلوة افرمي كل حاجة فيها وهي تتخلط على بعض، طبعا هتسهل عليكي. بس لو ما عندكيش زي حالاتي وعندك كبة بس، هتعملي اللي انا بعمله ده. هنا بقى قسمت العجينة اللي انا عملتها اتنين كده. انا هعمل زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هعمل عجينة كفتة وعجينة حواوشي. لو حابة تعملي برجر كمان هتحطي توابل بس على العجينة دي، بس مش عايزة اشغلكوا بقى عن الكفتة والحواوشي. المهم هنا بقى ايه، هنفرم البصل بتاع الكفتة. انا قسمت الكمية بتاعة اللحمة اللي انا عملتها دي، وحطيت بقى على نص الكمية التاني حوالي بصلتين. مش هنكتر البصل قوي في الكفتة. لو عايزة تعمليها كفتة سيخ هتبشري البصل وهتعصريه من المية علشان ما تفكش من السيخ. بس انا كده كده مش هشوي على السيخ يعني على الفحم، فهعملها عادي لاني بعملها في صينية وبسويها في الفرن، فكده كده بتبقى ماسكة. بعد كده حطيت فلفل اسود وسبع بهارات او بهارات الكفتة وجوزة الطيب وحبهان مفروم، وطبعا الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنقلب في بعض كده، وحطيت شوية بقدونس مقطعين. ان شاء الله اكتب لكم المقادير على اليوتيوب، هتلاقوها في صندوق الوصف، تضغطوا على عنوان الفيديو. لو على اي صفحة تانية هتلاقوها في اول تعليق. هنا بقى عجنت الكفتة كويس جدا، طبعا برضو نفس العجن اللي انا عجنته في الاول. تاني حاجة بقى هفرم البصل بتاع الحواوشي.
بنكتر البصل شوية في الحواوشي. الحواوشي لازم يبقى محبش كده وحلو. وحطيت طبعا فلفل رومي، حابة تحطي سبايسي زي ما تحبي. وفرمته بقى فرمة حلوة كده في الكبة. طبعا بنكتر البصل وبنقلل البصل في الكفتة عشان ما تقلبش معانا حواوشي. حطيت بقى الفلفل على البصل اللي انا فرمته على بقية العجينة اللي انا التانية اللي انا قسمتها. وطبعا بقى توابل الحواوشي لازم تبقى كتيرة شوية عن الكفتة. حطيت فلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وكزبرة وشطة وبهارات الحواوشي وقرفة. حابة تزودي بهارات عن كده زي ما تحبي. وطبعا الملح، نملح كويس جدا ونعجن بقى زي ما انتوا شايفين. هنا بقى معانا عجينة الحواوشي اللي بنشتريها جاهزة. بس طبعا احنا عارفين احنا عاملين ايه. هو الجزار بيعمل نفس الحاجات دي. الفول الصويا بتبقى حاجة اساسية عنده، لانك طبعا يعني مش هيبيعلك بالسعر ده لحمة سك. بس انا حبيت اعمل لك حاجة مضمونة، ولحمة بلحمة مضمونة. حابة تعمليها بلدي زي ما تحبي. بس انا بما اني قلت لكم كفتة وحواوشي اقتصاديين، فحبيت ان انا يعني اجيب لكم اللحمة البرازيلي اللي في ناس كتيرة بتشتغل منها، مع انها ما بقتش رخيصة يعني. الكيلو بقى دلوقتي ب300 جنيه. بس اهم حاجة جيبيها من حد مضمون. هنا بقى قسمت الاكياس كده، وكنت هختم معاك الفيديو بس قلت لا، لازم اوريكي بعد ما استوت عامله ازاي. هنا الحواوشي بعد ما استوى كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله حلو جدا وما تفرقهوش عن اي حواوشي. واحلى كمان والله. يعني انا مش عايزه افور قوي عشان انا اللي عامله، بس هتجربي وهتعرفي. وهنا الكفته بقى زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله تحفه جدا وحلوة جدا. انا استنيت اما اعملهم في ايام تانية يعني علشان الم لكم الفيديو كله وتشوفوا الحاجة بعد ما استوت. كان ممكن اكتفي بالعجينة بس لا، حبيت اعمل لكم كل حاجة. طبعا اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.